الاهلي بالفعل كبير وعظيم بقيمه بمبادئه ببطولاته بجماهيره بمجلس ادارته. ايه اللي حصل؟ رغم ان في ناس هنا في مصر بتنتقد النادي الاهلي وبيقولوا عليه ابن الكاف المدلل او ابن الاتحاد الافريقي المدلل، او اللي هو الاتحاد المصري بيعمل له كل حاجه. لكن طبعا مش هنقدر نتكلم بقى مع الاتحاد الدولي. ليه النهارده في التصنيف الشهري بتاعه النهارده النادي الاهلي السادس عالميا، ودي بالفعل حاجه تفرح المصريين، تفرح الاهلاويه، تفرح كل واحد بيهتم بكره القدم. لما النادي الاهلي بيتقدم على المان سيتي وبيتقدم على بايرن ميونخ اللي هو الثامن، والاهلي يبقى السادس، دي حاجه بالفعل تدعو للفخر عايز اقول ان حاجه حقيقي يعني تبسط اي حد. لكن كمان النهارده في حاجه حصلت، النادي الزمالك في البطوله العربيه تقدم باحتجاج رسمي عن طريق كابتن جمال عبد الحميد انه مش قادر يدخل الجيم في الفندق بسبب ان كريستيانو رونالدو الساعه او الوقت اللي بيدخل فيه بيمنعوا اي حد اداره الفندق والحرس الخاص بتاعه انه يدخل الجيم. طبعا لا تعليق، وهترك لحضراتكم التعليق والرد على الموضوع ده بالذات في الكومنتات. شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله.